قصيدة قصة صارت لي البارح فيها 3 أشياء. فيها الكلام وفيها حسن الظن وفيها الظلم. يعني 3 أشياء صارت لي البارح في نفس هذا الموقف. طول الله أعماركم، أنا إذا صرت فاضي بعض الأحيان أشتغل في برامج التوصيل. توصيل المشاوير. ما شاء الله عليك. المهم البارح جاني طلب قبلته وين؟ في أحد المولات، عند أحد المولات بدون ذكر أسماء، عند بوابة معينة. وقفت. يوم وقفت كانوا في بنتين واقفات عند البوابة، أشروا لي كذا، نزلت النافذة، قالوا البرنامج الفلاني، هم طالبين برنامج ثاني. قلت لا، أنا البرنامج الفلاني، يعني يختلف عن طلبهم. مرت وحدة ما لها علاقة طالعة من البوابة كذا، شافوا البنات شكلهم يكلموني، قذفتني قذف والله العظيم اني استحي اقوله هنا في هذا المجلس، لكن قذف صريح. وتلفظت علي يا متحرش وروحت. انا الصدق انصدمت من الكلام اللي قالته، يعني ما في واحد واعي يقول هذا الكلام. من زعلي فكيت الباب، نزلت، قلت تعالي يا اختي لو سمحتي. لقتني ظهرها، عطتني ظهرها وروحت. قلت والله ما اترك. عاد انا والله العظيم زعلت صدق، يعني صعب احد يتهمك ويظلمك قدام العالم، عاد في ناس واقفين وانا معليش، انا ابو عندي اسره وعندي بنات وعندي عيالي والله، والحقها العالم يطالعوا فيه وامشي وراها. قلت يا اختي، انا قلت ممكن رايحه لاخوها او ابوها بتكلم مع ابوها واخوها، يعني الانسانه ظلمتني. المهم الا هي يوم وصلت فان، والسائق من الجنسيه العربيه يشيل البنات ويوصلهم ويوديهم، ركبت الفان قفلت الباب. قلت اخوي لو سمحت اقول للسواق معلش السياره هذه ما تتحرك والبنت اللي جواها ما تتحرك، انا بتصل على الشرطه، الانسانه هذه قذفتني قدام الناس. فكت الباب، قالت خير وش فيه؟ هي الإنسانة الله حق، يعني ما عندها إلا واحدة من خواتي لبسها محتشم وكل شيء، بس أنا انصدمت إنها قالت لي هذا الكلام. قلت كيف وش فيه؟ أنت قذفتيني قدام الناس وقدام العالم وبكلام الله أعلم فيه. تعالي معي، أنت متهمت، تعالي معي للبنات الواقفين، تعالي اسأليهم، أنا ماني بتاركك إلا لما تتأكدين بنفسك. فعلا جت وراي، سألت البنات، قالت لا والله إحنا اللي سألناه، قلنا أنت التطبيق الفلاني، قال لا.